بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قصة يا ورع ويلك على البدو ويلاه، للشاعر أبو مهلي صقر صافي رحمه الله. وهذه القصة حصلت لي المرحوم بإذن الله سعد بن مرشد بن مسيلم الرشيدي، وهو يرويها بنفسه. واللي ما يعرف صقر صافي الشاعر المرحوم هو اللي له البيات المشهورة واللي يتناقلها كثير من الناس، مثل: لو ان من قال أح يبري المجرح، كثرت من قول أح وبريت روحي، لا شك قولات أح مالي بها صح، زود على ما بيتنقض جروحي. وأيضا له القصيدة اللي يتناقلها الكثير حاليا، ويقول فيها: لا بلاك الله بعاقة من مقاريد الرفاقة، لا توريها الحماقة لين ربك يقلعه، كم صبي كل يوم ينتخي من غير قوم، انت ناطحت القروم ما يدان القرقعة، التمني ما يفيد لو تزيده ما يزيد، مثل بق طار منيد بس ما من يجمعه، رحمه الله تعالى. ويقول أبو هزاع سعد بن مريشد مسلم الرشيدي أن في ذاك الوقت من سنين مضت كان عمره 10 سنوات في الكويت، وكان هناك فقر وجوع وطلب للرزق، فكانوا البدو في الكويت يرسلون أبنائهم بالصيف لرحلات الغوص والبحث عن اللولو. وكان أكثر المشهور أو اللي ماسكين السفن هناك هم من قبيلة بني رشيد، فيقول إنه ركبوها هله أو أرسلوها هله مع ماشوت، وهي سفينة صغيرة للغوص، مع مجموعة غواصين من الرشايدة، وكان من بينهم الشاعر المرحوم صقر صافي. أول يوم تحركت السفينة وقاموا يدورون عن اللولو، وكان الوضع طبيعي بالنسبة لي على قولة أبو هزاع رحمه الله. يقول ثاني يوم وثالث يوم بديت أشتاق لأهلي وفقدت أمي، وثالث يوم مرينا منطقة أهلي اللي هي الفحاحيل، وشفت قطين أهلنا، وشاش راسي وصحت بعالي الصوت: نزلوني نزلوني يبي أروح لأهلي وأمي. وقمت أبكي وما أنام الليل، فشافني الشاعر صقر صافي أبو مهلي رحمه الله وأنشد هذه الأبيات: يمل قلب هيض الورع ببكاه، يبكي على أمه والعرب غافليني، ورع تذكر ديرة أمه مرباه، ذكر علي وهلة الدمع عيني. يا ورع ويلك على البدو ويلاه، ويلك على لجة عيال القطيني، ما حولك إلا الهير صافي كدر ماه، ولا العرب عن ماقعك نازحيني، كم من غدير صافي غثبرت ماه، وكم قاسي من ضد بقعة يليني، دنياك ما خلت مغطى بمغطاه، نوب تشين لنا ونوب تزيني، ميرنت بشرني عسى الصبر تقواه، سيورهم لو وجنبوا مشمليني. وسلامتكم. ولشرح بعض الكلمات: الهير المقصود فيها البحر أو البحيرات اللي فيها اللولو، سيورهم يعني أنهم مهما راحوا جنوب راح يرجعون شمال للكويت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.